السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجه صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، عشان اليوم ما بيكملش غير بالصلاه على النبي. ربنا يا رب يكرمكم بزياره النبي يا رب العالمين. طبعا انا بشكر اي حد وقف جنبي في القناه، بشكر اي حد كتب لي كومنت حلو، بشكر اي حد عمل لي لايك حلو، بشكر اي حد شاهد لي الفيديو للاخر، شاهد لي الاعلانات. الله يبعد عنكم المرض يا رب، الله يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، الله يستركم دنيا واخره، يحبب فيكم خلق ويجعل الجلال يا رب فيتكم كتير، ما يحوشكوش لحد، خليلكم عيالكم يهدي سركم، يكرمكم يا رب من حيث لا تحتسبوا يا رب العالمين، ويرزق ازواجكم، ويا رب يا رب يدوكم الذريه الصالحه، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا يا متابعيني يا حبايبي. ويا ربنا يجعلكم يا رب تقفوا جنب الغلابه على طول يا رب العالمين، ويرزقكم يا رب يا رب زيارة النبي يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي ربنا يرحم حماية، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويرحم أموات المسلمين جميعا، ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وكل مريض يا رب يشفيه يا رب. يا رب ينصر اخواتنا في غزة، فلسطين، واهل سوريا واهل السودان، ربنا يا رب ينصرهم، وربنا ما يجيبش اي حاجه وحشه لاي دوله ولا اي بلد عربيه يا رب العالمين، ويستر عرض ولاياك، ويستركم دنيا واخره يا رب يا رب يا متابعيني على وقفتكم جنبي. طبعا يا حبايب قلبي اللي وصل لحد ان يصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. قبل اي حاجه يا حبايبي، ربنا يخليكم ليا يبعد عنكم المرض، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا اللايك. الله يا رب يجازيكم خير، عشان ربنا يكرمني يا حبايبي برزق عيالي ان شاء الله يبعد عنكم المرض، عشان اقدر اعلمهم يا حبايبي زي بعض. والله العظيم انا بترجاكم طبعا عشان انا في ربنا عز وجل، ثم انتوا بعد ربنا، معلش انتوا اخواتي وحبايبي، وانا بحبكم وعشان انا فيكم، معلش ان شاء الله يخليكم ليا يا رب، عشان اقدر يا حبايبي اعلم الاربع عيال اللي معايا دول الله يبعد عنكم المرض، واقدر اوكلهم واوفر لهم مصاريفهم عشان اساعد ابوهم. معلش معلش عند ربنا يا حبايبي. طبعا يا حبايب قلبي هتقولي لي بتعمل ايه يا ام مريم؟ انا يا حبايب قلبي قلت ايه؟ اعمل شويه مكرونه. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا ورزقنا الحمد لله. وابو مريم اليوم اللي ربنا كرمه فيه جبت يا حبايبي نص كيلو مكرونه، وقلت اعمل ايه؟ نص كيلو مكرونه على قد حالنا يا حبايبي. رحت عملت ايه زي ما انتم شايفين، قعدت اعمل النص كيلو مكرونه زي ما انتم شايفين للعيال، وايه يا حبايبي اتعشينا بيهم يا حبايبي. استنينا لما ابو مريم جه من الشغل وتعشينا ايه يا حبايبي ايه بالمكرونه. طبعا يا حبايبي انا كنت بوريكم ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، البرطمان يا حبايبي اللي فيه السمنه دي سمنه بلدي. امي كانت جايباها لي يا حبايبي لما ولدت من الصعيد، الله يبعد عنها المرض، كانت جايباها لي وهي جايه من الصعيد. الله يسترها دنيا واخره يا رب، ويخلي لكم امهاتكم يا رب، ويرحم امهات يا رب المسلمين جميعا، ربنا يخلي له امي يا رب. طبعا وهي جايه لي لما ولدت كانت جايبه لي يعني سمنه وكده، سمنه بلدي. فطبعا يا حبايبي البرطمان كان مليان بصراحه، بس انا ايه طبعا ايه كانت بتعمل لي منه اكل، وانا كنت بعمل منه اكل برضك، واعمل منه فول مدمس الصبح السمنه البلدي يعني. فطبعا يا حبايبي انا قلت اعمل شويه مكرونه زي ما انتم شايفين، وقلت ايه اعملها بسمنه بلدي عشان منها يعني العيال يتغذوا ونتغذى يا حبايبي، لأن السمنه البلدي حلوه برضك مفيده. وكنت بوريكم ايه السمنه اللي امي جايباها، يعني ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، سمنه امي ما شاء الله عليها، بتعرف السمنه المغشوشه من السمنه الايه النظيفه بصراحه، يعني الله اكبر عليها يعني. فيا حبيبي كانت جايبه لي سمنه بسم الله ما شاء الله تحفه، مرمله كده، وبسم الله ما شاء الله سمنه ريحه السمنه فيها حقيقي يعني ولا مغشوشه ولا حاجه، بس بسم الله ما شاء الله. وطبعا زي ما انتم شايفين ايه قعدت ايه اللهم صل على سيدنا محمد احمر في المكرونه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. والله عايزه اقول لكم الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، اي حاجه ربنا يدينا فضل ونعمه من عند ربنا. والله العظيم عايزه اقول لكم شويه المكرونه دول كانوا زي العسل، كانوا زي العسل، يعني عملناهم وكلناهم كانوا زي العسل يا حبايبي. والله العظيم بصوا ما فيش احسن من الواحد يقول الحمد لله والرضا يا حبايبي، الرضا ده حاجه كبيره جو من عند ربنا والله. اللهم لك الحمد، اللهم لك ايه الشكر. ربنا يا رب ايه يديم علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال يا رب العالمين.
اي حاجه ربنا ادانا فضل ونعمه من عند ربنا. والله شويه المكرونه دول كانوا عسل، واحنا حمدنا ربنا بصراحه يعني. الحمد لله، شويه مكرونه مره، شويه رز مره، ربنا اللي يكرمنا بيه. والله ما بقولش للاكل لا انا ولا عيالي يا حبايبي، اي حاجه بعملها لا عيالي ياكلوها وجوزي ياكلها. الحمد لله ما بيتبطروش ولا بيقولوا لي ليه مكرونه ومش ليه مكرونه، بيحمدوا ربنا. احنا عملناها كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، ورحنا غرفناها يا حبايبي في صينيه، وكلنا يا حبايبي مع بعضينا، كان زي العسل والله العظيم. تاني وبصوا وتعشينا واتسطرت، والحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. هنا كنت بوريكم ايه يا حبايبي، بصوا محمره المكرونه بخليها ايه، محمره زي ما انتم شايفين كده، بحمرها ايه، بخليها كده اللون الحلو ده اللي انتم شايفينه معايا. طبعا يا حبايبي انا ايه ما عنديش شوربه، رحت تشيتها ايه يا حبايبي بميه بصراحه، مليت الجزازه ميه من الحنفيه زي ما انتم شايفين، وتشيت بقى ايه المكرونه. اللهم صل على حضرة النبي اللي وصل لحد هنا، يصلي على النبي وما ينساش اللايك يا حبايبي عشان ربنا يرزقنا. الله يا رب يرزقكم يا رب الجنة ويبعد عنكم المرض. طبعا يا حبايب قلبي انا حطيت مرقة بصراحة، تمام، عشان بتحلي الاكل يعني. هو في ناس قالوا لي يا موارن بلاش المرقة، المرقة مضرة ومش عارفه ايه، هنعمل ايه يا حبايبي ما عشان برضك تحلي الاكل كده واللقمة يا حبايبي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. الحمد لله على فضل ربنا ونعمته. انا ما كترتش ايه، حطيت يعني ايه مرقة ونص كده، حطيت شوية فلفل اسمر وحبة ايه وحبة ملح زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم يا حبايبي؟ احلى اكله والله المكرونه دي يا حبايبي، احلى اكله. طبعا حطيت يا حبايبي حبه ايه فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين اهو، والحمد لله ايه حطيت بردك حبه ملح. واللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر يا رب على نعمه ربنا. والله احلى اكله بصراحه. وزي ما انتوا شايفين ايه خلاص كده إيه هسيبها بقى تستوي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هرجع لها. اللي وصل لحد هنا يا حبايبي يصلي على النبي يحط له اللايك، الله يبعد عنكم المرض يا رب يا رب يا رب يا رب. يعني بصوا يعجبكم المحتوى بتاعي، معلش انا عارفه ان المحتوى بتاعي على قد حالي زي بعض. هنا كنت بشوف يا حبايبي ايه، كنت بديها تقليبه كده يا حبايبي، بشوفها ايه يعني، لقيتها لسه بصراحه ايه ما شربتش الميه جامد يعني. بس غطيتها يا حبايبي ادينا يا حبايبي خلاص كده ايه المكرونه خلصتها زي ما انتم شايفين. واللهم صل على سيدنا محمد. ايه الصينيه جهزتها زي ما انتوا شايفين. ابونا قال لي ايه اوعي الصينيه تتحرق. رحت يا حبايبي حطيت الفرته كانت مبلوله، حطيتها على العين اللي هي سخنه، وبعد كده رحت حشتها يعني. بس زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي ايه خلاص خلصت، وهغرف ايه في الصينيه اللي انتوا شايفينها دي يا حبايبي. ايه رايكم يا حبايبي؟ يلا يعني قال لك الست، بيقول لك المثل الست الشاطره تغزل ايه برجل حمار. الحمد لله والله عجبت عيالي، وبسم الله ما شاء الله تعشوا وناموا بصراحة يعني، عشيتهم وناموا، كلوا المكرونة وناموا يا حبايبي. دلوقتي بنيمهم بدري بصراحة ما اكدبش عليكم، عشان خاطر ايه المدارس هتخش وكده، فانا بنيمهم بدري الوقت غير الاول بصراحة. كانوا بيسهروا معانا، دلوقتي بيناموا بدري عشان خاطر ايه، بص الحلة كانت هتجع مني. عشان خاطر المدارس لما تيجي يا حبايبي ايه يتعودوا على الصحيان بدري. شايفين يا حبايبي المكرونه طبعا ما لزجتش مني ولا اي حاجه، شايفين بسم الله ما شاء الله جعر الحله بيبرك. اللهم صل على النبي. اللي وصل لحد هنا يصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي.